يلا يا حبايبي، ايام الخير هلت علينا اهي. يلا اعملي ووزعي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري اعملي ووزعي. الايام دي جميلة جدا، والحسنة ب10 امثالها، وفي الايام اللي جاية الحسنة ب70. علشان شهر رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. هنعمله النهاردة مش زي المحلات، لا هنعمله احلى من المحلات ومظبوط ظابطة على الشعرة، باضافات بسيطة جدا من البيت. هنظبط الطعم وهنظبط القوام، هنخلي القوام كريمي جدا وهنخليه متماسك كمان. زي ما انتوا شايفين قدامكم القشطة على وش الرز ابو لبن، مفيش اروع من كده. زي ما انتوا شايفين القشطة بتمط معانا ازاي. تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونصلي على رسولنا الكريم، ونشوف احنا عملنا ايه بالظبط. انا جبت 4 كيلو من اللبن، واللبن هنا لازم يكون من عندي اللبان، بلاش لبن العلب ده خالص، مش هينفع اصلا. اللبن المبستر ده مش هينفع معانا في وصفة الرز ابو لبن، عشان نطلع شوية رز حلوين كده ومحترمين، ويكون لبان كمان موثوق في جودة المنتج بتاعه، يعني مجرباه على طول. المهم جبت 4 كيلو من اللبن. وطبعا لو عايزه تعملي كيلو واحد هقولك نعمل ايه بالظبط، او هقولك مقدار الكيلو قد ايه. انا جبت 4 كيلو من الحليب او اللبن، خدت لهم كيلو الا ربع من الرز. كيلو الا ربع من الرز على 4 كيلو من اللبن. يعني لو هاخد كيلو واحد من اللبن هاخد له كوبايه الا ربع او كوبايه ممسوحه كده من الرز، عشان يبقى الرز مظبوط معايا. والرز لازم يكون رز نوعيته كويسه، يعني ما ينفعش تجيبي رز مكسر وتقولي ما انا هعمل بيه رز بلبن وكده كده مش هيبقى باين. لا، هيبان معاكي جدا. لما تكون الرزايه حلوه كده وكبيره هتفرق معاكي جدا جدا في الرز. وجربي كده الكلام اللي انا بقولك عليه كده، وان شاء الله هتدعيلي. كوبايه الرز الواحده بتاخد 4 اضعاف ميه، 4 اضعاف كوبايه الرز ميه، علشان الرزايه تستوي معاكي وتبقى حلوه وما تبقاش مكسره كده ومعجنه. انا حطيت الرز على البوتاجاز، وبرده ايدي فيه مش هسيب ايدي عشان ما يشيطش مني لحد ما احس ان الرز بدا يستوي معايا. حسيت ان الحله دي هتبقى صغيره عليه، جبت حله تانية وقسمتها زي ما انتوا شايفين كده، قسمت فيها كميه الرز اللي معايا. وهقسم بقى كل المقادير. الحله التانية تقريبا الربع، ودي ال3/4، علشان الحله دي كبيره شويه. جبت بقى اللبن او جبت الحليب وفضيت كيلو من الحليب، وده تاني كيلو على الحله الكبيره. والحله الصغيره حطيت كيلو، وجبت كيلو كمان هقسمه على الحلتين. وبعد كده هاخد منه كوبايه زي ما انتوا شايفين كده. الكوبايه دي هقول لكم دلوقتي هعمل بيها ايه. وطبعا ايدي في الرز ابو لبن وهقلب فيه، ومش هسيب ايدي منه علشان ما يشيطش معايا. زي ما انتوا شايفين كده هقلب هنا شويه وهقلب هنا شويه لحد ما احس ان الرز قرب يتشرب كميه اللبن اللي انا حطيته له. وهو بيستوي معانا بقى كده على البوتاجاز، هنشوف كوبايه اللبن اللي احنا خدناها هنعمل بيها ايه. وممكن كمان لو حطينا اللبن كله على الرز ممكن نعمل بنص كوبايه ميه، مفيش اي مشكله. هناخد بقى كوبايه اللبن اللي معانا زي ما انتوا شايفين كده، وهنجيب فيها ايه بقى. هنشوف هنحط فيها ايه. هنحط فيها معلقتين كبار من النشا، معلقتين كده مهرمين من النشا. وهنحط فيها معلقتين من الكريم شانتيه. لو عندك كريم شانتيه هيبقى جميل جدا طبعا. معلقتين من الكريم شانتيه ومعلقتين من اللبن البودر. يبقى حطينا من كل حاجه معلقتين، وقلبناهم تقليبه كويسه، وكده نبقى جهزنا الخليط اللي هنحطه نربط بيه الرز ابو لبن. دلوقتي بقى الرز اتشرب اللبن زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى مقدار السكر. ومقدار السكر هنا عايزه اقول لكم مظبوط على الشعره، مظبوط على الشعره بالظبط. حطيت في الحله الكبيره حطيت كوبايتين من السكر، والحله الصغيره حطيت كوبايه واحده من السكر. وطبعا السكر ده حسب رغبتك، بس انا عايزه اقولك لو انت هتعملي حاجه وتطلعيها كده لوجه الله يبقى هو كوبايتين سكر مظبوطين جدا، لا تكتري ولا تقللي عن كده. لكن لو ليك انت طبعا يبقى السكر ده على حسب رغبتك، اللي انت حابه تحطيه حطيه، تكتري بقى تقللي براحتك خالص. كده خلاص قلبنا بقى السكر في قلب الرز بتاعنا، قلبناه تقليبه كويسه. بعد كده هنيجي بقى الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه. الخليط اللي احنا عملناه هنحط برده في الحله الكبيره، هنحط 3/4 المقدار اللي معانا. في الحله الصغيره الربع، عشان زي ما انتوا عارفين الحله الصغيره اصغر الكميه بتاعتها من الكبيره شويه. ونقلب بقى الخليط هنا بقى، ما نسيبش ايدينا من الحلل خالص، لان الخليط فيه نشا طبعا ولبن بودر وكريم شانتيه، علشان ما يكلكعش معانا. وعايزه اقولك ما تكتريش مقدار النشا اكتر من كده. الرز في الاول هيبان معاكي ان هو خفيف، لكن شويه بعد ما يبرد هوريك التقل بتاعه هيبقى عامل ازاي. يعني ما تكتريش نشا وتقولي عشان اربط بيها. دلوقتي انا بقى بعمل ايه. دلوقتي انا عشان اخلي الحلتين نفس الطعم ما يفرقش فيهم اي حاجه، باخد شويه من الحله دي احطهم في الحله دي، وشويه من الحله دي احطهم في الحله دي، عشان يطلع زي ما قلت لك الرز بتاعنا مظبوط على الشعره بالظبط.
ممكن بقى لو بتحبي ميه الورد وموجوده عندك تحطي له شويه ميه ورد، هيدوله برضو ريحه ونكهه جميله جدا. ما عندكيش يبقى الفانيليا، انا هحط له بقى فانيليا، هحط له فانيليا، بس الفانيليا دي بتبقى اخر تركه في الرز ابو لبن علشان تفضل ريحتها وما تروحش مع السخونيه، لان لو حطيناها طبعا في الاول على ما يستوي الرز ابو لبن هتكون ريحه الفانيليا بقت ضعيفه شويه. وطبعا في المحلات بيحطوا له فانيليا، ما بيحطوش ميه ورد خالص. وكمان بيستعملوا زي ما قلت لك اللي احلى رزايه بيستعملوها في الرز ابو لبن، علشان كده الرز بتاعهم بعد ما بيتعمل بتلاقي الرزايه برزايتها، يعني لا هي معجنه ولا هي مهريه في الرز ابو لبن. كده بقى الرز بتاعنا استوى وجهز وبقى تمام وزي الفل. هناخد بقى الرز ابو لبن بتاعنا زي ما انتم شايفين، بصوا التقل بتاعه خفيف، بصوا ازاي، بس ما تقلقيش خالص، اول ما يبرد شويه هتلاقي التقل بتاعه زي ما وريتهولك كده في اول الفيديو، وهنشوفه دلوقتي كمان مع بعضينا. كده بقى انا بقى هغرف شويه في البوله دي واسيبهم اركنهم كده لحد ما يبردوا، لحد ما نخلص ونشوف بقى الرز ابو لبن بتاعنا وجماله عامل ازاي. لان طبعا انا هعبي علب دلوقتي، والعلب طبعا مش هينفع ان احنا نشوفها بعد كده لان هعبيها واقفلها على طول. هنجيب الكميه دي بقى زي ما انتم شايفين كده، هتعبي معايا 70 علبه بالظبط، هتعبي 70 علبه من العلب اللي هي الصغيره دي. وعايزه اقولك تعبيه على طول وهي سخنه علشان الرز ياخد القوام بتاعه في قلب العلبه، لان ما ينفعش الرز يبرد وترجعي تعبيه في العلب تاني، هتلاقي الرز شكله مكلكع كده معاكي. لكن دلوقتي يتعبى وهو سايل كده هياخد وضعه في قلب العلبه بتاعته. وفي حاجه مهمه كمان بالنسبه للعلب، لما تكوني هتعملي علب وهتفرقيها يبقى ما تحطيش عليها اي حاجه من على الوش، يعني لا تحطي عليها مكسرات ولا تحطي عليها جوز هند ولا زبيب ولا فول سوداني ولا اي حاجه. العيله بتبقى ساده كده، لان مش كل الناس بتحب المكسرات، او مش كل الناس بتحب جوز هند، او مش كل الناس بتحب زبيب. في ناس كتيره قوي ما بتحبش الحاجات دي من على وشها، من على وش الرز ابو لبن. فانت الاحسن تفرقيه ساده كده من غير اي حاجه على وشه. انت بقى بالنسبه ليكي في البيت الحاجه اللي تحبي تحطيها طبعا حطيها براحتك، مفيش اي مشكله. بصوا الرز بقى لما بدا يبرد معانا بدا يتقل معانا ازاي، عشان كده بقولك ما تكتريش فيه نشا، هما معلقتين للمقدار ده حلوين جدا. وانا بوريكم بقى الطبقه اللي بدات تبقى على وش الحله، علشان كده بقولك اغرفي العلب الاول عشان تلحق تاخد وضعها، وطبقه الكريمه تبقى على وش العلبه كده اول ما تبرد. وعايزه اقول لك كمان لو حابه تدي الرز ابو لبن اللي معاكي غناوه اكتر، وعندك حته قشطه محوشاها في الفريزر كده من وش اللبن، ممكن تحطيها بعد ما تحطي اللبن في الرز وتقلبيها فيه كويس جدا كده، هتديكي غناوه للرز ابو لبن ملهوش حل. عاوزاكم بقى تجربوا طريقتي في الرز ابو لبن وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.